بما اننا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الطلبة اللي بس خلصت اولى وتانية ولسه ما خدتش اي راوند، ومينلي الراوند بتاع العظام. طيب بنتكلم دلوقتي في الجزء الثاني اللي وعدتكم بيه عن الطلبة اللي خلصت خلاص راوند، اخدت اورثوبيدك او حتى ما اخدتش اورثوبيدك بس خلصت راوند وليكن بطنة او جراحة وطلع سنة رابعة. ايه وضعنا بقى؟ طيب خلينا نقسمهم برضو زي ما قسمنا نفسنا في الجزء الاولاني. الاول برضو هنتكلم في مبدأ الراحة مهمة قوي يا جماعة. انا ببقى عارفة ان في ناس كتير بيبقى عندهم حماس، لكن الراحة مهمة جدا علشان احنا بنبقوا طالعين من فترة امتحانات طبعا اكل، فخد لك شوية بريك، نام لك شوية، اطلع لك مصيف، شوف اصحابك، تمام. نفوق بقى للجد. اول حاجة هنعملها وهي برضو هنراجع شوية البيزكس بتوعنا، الاناتومي والبايوميكانكس والحاجات دي مش هننساهم، لان هي الاساس اللي بيكمل معانا في راوندات كتير، زي راوند الاورثوبيديك لو انت كنت خدته وخلصته هنراجعه، او حتى لسه هتاخده في سنه رابعه، او حتى هتاخد اطفال، او حتى هتاخد سبورتس. كل دول مبنيين اساسا على اناتومي بايوميكانكس وموداليتيز. طيب خلاص يا ستي راجعناهم وعرفنا. تاني حاجة دي ممكن تكون فرصة كويسة ان انت تشوف تدريب يكون في مكان كويس. شروط التدريب كتير، مش فكرة ان انا انزل تدريب وخلاص. فلو انتوا عايزين برضو نعرف شروط التدريب ممكن تكتبوا لي في الكومنتس نتكلم عنها، لكن نعرف الاول ان احنا نختار مكان كويس نتدرب فيه. طيب نتدرب على ايه؟ نتدرب على الحاجات او المواضيع اللي احنا اخدناها في الراوند، وليكن ان احنا اخدنا عظام فاحنا هننزل نتمرن ادلت. طيب فترة التدريب نستغلها ازاي صح؟ ده برضو لو عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنت. يبقى تالت حاجة ممكن نركز شوية كورسات. الكورسات اللي احنا ممكن ناخدها برضو ما نستعجلش برضو ناخد كورسات للخريجين اللي بأرقام كبيرة من الفلوس واحنا لسه مش هنستخدمها دلوقتي. لكن لو كنت لسه قبل كده ما اخدتش نفس الكلام كاينيزيو ولا كابينج ولا حتى التيب ولا دراي نيدلينج، ممكن وقتها دلوقتي تاخدها وتبقى جاهز برضو اكتر. طيب رابع حاجة برضو ممكن يكون عندك شوية وقت يا اما بتشتغل فيه جنب التدريب والمذاكرة، برضو هنصحكم بجزء بارت تايم يكونوا بيساعدك اكتر في الحياة العملية وان ازاي تتعامل مع الناس، وتتابع ناس كتير على اليوتيوب ممكن تديك شوية ملخصات حلوة تقدر تتعامل بيها مع فترة التدريب اللي انت هتبقى فيها. هسيب لكم كتير من اللينكات ممكن تستخدموها في الفترة دي. طيب اخر حاجة ممكن تنصحينا بيها انه كل حاجة ملحوق عليها، كل حاجة هتيجي. انا بس مش عايزاكم طول الوقت تكونوا يعني بيكون عندكم نشاط كتير والنشاط ده مرة واحدة بيقع ومش بنعمل من اللي احنا بنقوله اي حاجة، وده طبيعي. احنا ممكن نعمل ستيب باي ستيب، نشتغل واحدة واحدة وفي الاخر كله هيجي. بس كده معلومتنا النهارده خلصت، اشوفكم في الفيديو.